اهلا وسهلا بيكم في قناتي. انا ايمان. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل طريقه صدق. تمام. وهنعمل مكرونه بطريقه فظيعه. المكرونه تحفه، مكرونه الافراح. فاول حاجه كده نسمي بالله، نجهز خضارنا كله. انا تقريبا عملت الاكل ده ما خدتش نص ساعه، بس اهم حاجه انت تكوني غاسله خضارك، مجهزه حاجتك، كل حاجه في متناول ايدك كده. هتشتغلي حاجتك هتطلع تحفه بسرعه بنظام. اهم حاجه النظام يا جماعه في المطبخ. يعني الناس اللي بتدخل المطبخ، البنات الجداد، العرايس لسه متجوزين ومش فاهمين حاجه، خليكي منظمه. كل ما هتكوني منظمه ومرتبه في خطواتك، كل ما هتطلعي اكل كويس، كل ما هتطلعي اكل بسرعه، كل ما هيكون مكانك نظيف. فهنا انا جبت البلانشه دي لاني ملقتش البلانشه التانية الكبيره شويه اللي هي البيضه التقيله دي. فالجيش قال لك اتصرف، يعني كنت مستعجله بقى وعايزه اعمل بسرعه يعني. قطعت فلفل رومي، فلفل سبايسي، لو فيه فلفل الوان ما يضرش، بس بما انه غالي جدا فما عنديش فاستكفيت بالحاجات دي. المهم يا جماعه صلوا على الرسول دايما. ربنا يا رب يجعل كده حياتنا كلها بركه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاه وسلام. ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنتات بتاعتكم الجميله اللي انا بستناها. القناة جديدة ومحتاجة دعمكم علشان القناة تكبر وتظهر قبل رمضان كده ونعمل فيديوهات جامدة بقى وشوية حلويات عظمة يعني في رمضان. ف يا جماعة الأكل ده كنت بعمله عشان جالي ضيوف على فجأة يعني، فكنت بعمل بسرعة. خلاص. هنا كده اقطع البصل. انا قطعت 4 بصلات، البصل ده وسط. السنه دي يا جماعه مين اشترى بصل وما كانش ليه حظ فيه؟ يعني البصل السنه دي كلنا حظنا كان وحش ان البصل باظ. انا مشتريه تقريبا 150 كيلو. ما اعرفش، صفصفولي على ما فيش يعني. أنا البصل بتاعي خلص. 150 كيلو الكلام ده في شهر 4، احنا لسه في واحد والبصل خلص. غير اللي فضي بقى وعطن وباظ وحاجات كده كتير. ف تقريبا كان شارب ميه كتير وكده. المهم قطعت بقى البصل، قطعت الطماطم، كام فص توم كده، امسكهم نقطعهم كده حتت. آه، خلي بالك من السكينة بقى عشان السكينة بتبقى حامية بتبهدل ايدينا. تمام. آه، يا جماعة اللي حابب يسأل في اي حاجة في الاجهزة الكهربائية، في جهاز العرايس، لو حابين فيديوهات لجهاز العروسة، انا عاملة سلسلة فيديوهات هنزل لكم الفيديوهات دي موجودة على قناة تانية. ادخلوا اتفرجوا عليها وهتعجبكم جدا لانها مش سايبة تفصيلة في جهاز العروسة. هنا كده جبت الصدوق، قطعته حتت. المفروض يعني ان انا بحمره الاول وبعد كده اقطعه. انا نسيت يعني، كل مره بعمل كده بحمره وبعد كده اقطعه فما بيتفتفتش مني. المره دي بقى ايه، قطعته قال ايه بنجز يعني. برضو ساعات الاستعجال وان انت بقى عايزه تخلصي بسرعه عشان عندك حد دي بتخليكي متوتره، لكن انا الطبيعي ان انا بحمره الاول وبعد كده بقطعه. ده الصح يعني. شفتوا انا عملت كيلو صدق، يعني ده كده كيلو. جبت بقى الحلة والطاسة اللي انا هشتغل فيهم، الحلة للمكرونة والطاسة دي او الصينية دي للصدوق. هشتغل في الاتنين كده قصاد بعض، وحاطة حلة مية بتغلي طبعا عشان ازود بيها المكرونة. لما فيش شوربة اغلي شوية مية في كاتل بقى، في حلة، في اي حاجة. المكرونة دي صنف من الاصناف اللي هو المميزة. آه لا جميلة. احكوا لنا يا جماعة عن بيت العيلة، الناس اللي متجوزين في بيت عيلة احكوا لي كده، قولوا لي كده في الكومنتات حلو ولا وحش. الحياة عاملة ازاي؟ فاجئوني كده، قولوا لي الدنيا حلوة وجميلة والعيشة لذيذة وكل الكلام ده. هنا كده بقى ايه، دي المكرونة. انا جبت مكرونة طبعا، عندي المكرونة دي اللي هي السايبة. آه، احمرها الاول. وانا بحمر بقى يعني انا ببقى ايدك شغالة في كذا حاجة. هنا كده حمر الصدوق. اول الطاسة ما سخنت او الصينية هنزل فيها بالصدوق. بقول لكم اهو تاني، الصدوق اعملوه سليم، ما تعملوش مفتفت زيي يعني. تقطعوش كده عشان خاطر هيطلع مهري منكم. فانتوا ايه، اعملوا الصدوق سليم. خلاص. وقلبنا المكرونه ودنيتنا 100 فل و14 يعني. نقلب المكرونه ونقلب الصدوق وشغالين حلو قوي. ايه يا جماعه، المهم بقى ايه، نحمر المكرونه كويس تمام ونركز معاها عشان ايه، ساعات في ناس بتعمل حاجتين مع بعض فبتحرق حاجه منهم. فايدك على طول في المكرونه كده كل شويه تقليبه. شايفين يدوبك بتشمع بس يعني. والصدق طبعا، الصدق انا زودت له شويه زيت على الدهن عشان خاطر
ايه الدهان كان قليل، هو ما نزلش زيوت. يعني في صدق كده ساعات بنجيبه نلاقيه منزل كميه زيوت وحاجات فظيعه فظيعه يعني. المهم ان انا بقى جايبه الحاجات دي منين؟ جايباها من المذبح بتاع السيده زينب. لو عايزين اصور لكم ريفيو هناك هصور لكم في المذبح. انا بشتري الحاجات منين، الصدق والكفته والحواوشي والحاجات اللي زي كده كلها، حتى البطاطس الفرزن حتى كله. يعني يعتبر ماركت كده، بس الحاجات اللي هي ايه المجمدات. والكاتشب طبعا. هنا كده بقى كان احمر الصدق. نطلعه من هنا. اشتريت كمان فشه من المذبح يوم ما نزلت، بس للاسف كنت حابه اعمل لكم جوله بس ما حصلش نصيب. كنت واخده بنوتين صغيرين معايا جننوني بصراحه، بنت اخويا وبنت بنت بنتي. هنا المكرونه اتحمرت تمام. اول ما كلها خدت لون واحد هنزل عليها بالبصل. وطول بقى ما انا شغاله، اول ما تنزلي بالبصل، هو البصل بيتطرى اصلا، يعني البصل كده بيتطرى ويعتبر ايه بيستوي. وزودت شويه دهن شويه في الصينيه خلاص عشان انزل عليها بالبصل برضو. صلوا على الرسول يا جماعه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. ننزل بقى بالبصلايه كده مع الدهان، نقلبهم شويه لحد البصله ايه ما تدبل كده وتتطرى، وننزل عليها بالفلفل. هي الوصفه سهله، بس يعني ايه الترتيبات هي اللي انتي تكوني مجهزه كل حاجه، بتاخدي تحطي على طول في الحاجات عشان ما تسيبيش الحاجه تتحرق منك. هنا المكرونه اهي، انزل بقى عليها بالفلفل السبايسي والفلفل التاني. طبعا كل بقى يعني في ناس بتحب السبايسي قوي، زودي بقى الفلفل، زودي هرسه شطه الكلام ده. بس انا الناس اللي كانوا عندي ما بيحبوش الفلفل، فكانوا حاكميني قوي بالحته دي ان انا ما عملتش الاكل حراق بسببهم. ان انا حطيت حاجه بسيطه جدا من الفلفل الحراق عشان خاطر هما مش بيحبوه. شايفين ايدك شغاله في الاتنين. طبعا انا بكمل تحمير الصدق في طاسه صغيره عشان خاطر اشتغل بسرعه، عشان انجز الوقت. يعني الطاسه اللي على البوتاجاز دي اللي هي مش ظاهره قوي دي فيها ايه، فيها بقيه الصدق بقى بحمره فيها. حطينا الفلفل، نحط الثوم ونقلب. المكرونه دي مكرونه الافراح، يعني الناس اللي هي عارفه بقى مكرونه الافراح وكده، دي المكرونه اللي بتتعمل في الافراح. بس ساعات بيزودوا لها شعريه، بتبقى شعريه متحمره. بتبقى جميله قوي. يعني بتحمري شعريه وتحطيها برضو معاهم كده. والصدق حمرت له البصل والفلفل، وبعد كده نشوف بقى هننزل عليهم بايه يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. صلوا على النبي كده. ادخلوا يا جماعه شوفوا الفيديوهات، ولو حابين انزل لكم سلسله فيديوهات جهاز العروسه اكتبوا لي في الكومنتات هنزلها لكم، بصراحه تحفه. شويه فيديوهات عظمه. هنا كده حطيت معلقتين صلصه كبار، انا حطيت مع 4 صغيرين يعني، بس هو مقدار ايه 2 كبار. نقلب بقى نحط الطماطم كمان بعد الصلصه، ونقلب لحد الطماطم ما نحس ان هي اتطرت. نحط بقى التوابل بتاعتنا، يعني اول الطماطم كده ما تبقى اتطرت ننزل بالتوابل بتاعتنا. وفي الوقت ده البصله مع الفلفل كده ايه على نار هاديه، يعني نخليها النار هاديه عشان خاطر الاكل ما يتحرقش مني. يا جماعه قولوا لي بقى رايكم كده، الناس اللي عايشين في بيت عيله اتحفوني بالكلام الحلو، قولوا لي ايه اخباره. ولو في كلام وحش بلاش تقولوا لي عشان مش ناقصين احباط. هنا حطينا التوابل ونحط الملح، ونبتدي بقى نزوده الميه المغليه. سمي الله وانتي بتحطي اي حاجه سخنه عشان خاطر يعني افضل. يعني دايما سمي الله كده وانتي بتستخدمي اي حاجه سخنه، ولو بتدلقي ميه سخنه في الحوض لو كده، عشان خاطر بيقولوا غلط يعني والكلام ده. في ناس ما تعرفش المعلومه دي، ان غلط ان احنا ندلق ميه سخنه في حمام في الحوض كده. هنا قلبنا البصله مع الفلفل، ننزل عليهم بالثوم بقى. ندوق الحياء. طبعا لو النهارده ما كنتش كلت، انا دقت، انا صايمه،
لكن امبارح كان الدنيا عادي يعني، بيس الدنيا فطار. كل سنة وانتم طيبين عشان عاشورا. لا عاشورا ايه، 27 رجب، لسه اول معراج. رجعنا بقى المكرونة على الحلة الشعلة اللي ورا، ونبتدي بقى نحط التوم بتاعنا. هنا كده كنت حطيت التوم واقلب، عايزة التوم ياخد ايه ريحته تطلع، يعني ريحة الاكل كده تطلع تشميها. نحط بقى الصلصة. طبعا الصلصة عشان تطلعي المادة الحافظة بتاعتها فبتحتاجي تحطيها كده تتشوح شوية مع الدهان او كده، او في النار الاول لوحديها، وبعد كده تنزلي عليها بالطماطم. وطبعا لما تنزلي بالطماطم هنحتاج بقى ننزل بشوية مية كده حلوين عشان الطماطم دي تستوي، لان الصدق كده كده مستوي ومتحيق وكل كل حاجة فيه تمام. هنحط شعرة ملح علشان خاطر الخضار ده، لكن الصدق كده كده حيقوا فيه. احنا نحط شعرة ملح عشان نحيق بيها بس الطماطم والبصل والفلفل والحاجات دي، يا دوبك حفوة كده، وشوية سبع بهارات وسنة فلفل اسمر، بسيطة جدا. ده حياء الخضار يعني، خلي بالك وخليكي مسيطرة. بعد كده هحط شوية مية واسيبها كده تغلي، اول ما تغلي انزل عليها بالصدق. كتر ما تسمي بالله على الاكل وانت بتعمليه بيطلع فيه بركة، يعني غير لما انت تبقي بتكروتي كده وما تذكريش الا خالص. لا الاكل بيطلع فيه بركة لما تذكري اسم ربنا عليه. ده كده الصدق حمرناه كله بقى ونزلت بيه كده. نبتدي كده نقلب بقى. هنا كده اول بقى ما يبتدي كده الصدق يعني ايه يتقلب، هيبتدي يتشرب من الحاجات دي. بس هو هيبتدي بقى ايه ياخد بقى التسبيكه دي ويتوه في وسطها. اول ما يتوه في وسطها كده بيبقى استوى خلاص. شوفوا هو بيبتدي يغلي. دي المكرونه خلاص تحفه. الاكل يا جماعه في اللمه كمان تحفه تحفه تحفه. المكرونه كل حبايه لوحدها اهو، جميله جدا جدا مش جوسي بس كل حبايه لوحدها يعتبر مفلفله كده، جميله جدا. زي المكرونات اللي بيقدموها في الافراح. تعمليها بزيت، تعمليها بسمنه، انا عملتها بدهن. بس اهم حاجه ان في الجو الساقع ده الدهن ساعات بيبقى تقيل، فانت اعملي بزيت هيبقى حلو يعني، بس احنا عشان بنحبه فبنعمل بيه. هنا كده دي الاطباق بقى التانية، نحط بقى الصدوق وخلاص على كده. طبعا ناقصنا شويه طحينه بس بارك الله فيما رزق. احنا في اخر شهر يا جماعه وبنكح تراب والله. فالناس اللي في اخر شهر زينا كده يضموا علينا. شايفين الصدق بقى والخضار حاجه كده ايه، عظمه عظمه عظمه. شايفين نكمل بقى ايه غرف الاطباق. ونوافيكم باخر الاخبار في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. استنوني، ودعوه حلوه كده بظهر الغيب ولكم بالمثل ان شاء الله. ده شكل الاكل.